فلاش باك هنعرض فيه كل المشاهد الخاصة. سوري دقيقة، ايش الصوت اللي طلع ذا؟ السلام عليكم، كيف الحال؟ كلنا ننحط في مواقف محرجة وفجأة كذا تصير وجوهنا احمر على اصفر على بنفسجي، واصعب شيء بعد الموقف انك تتذكر الموقف اللي انحطيت فيه وتحس بانك اكثر ادمي غبي على وجه الارض. واكثر موقف يصير معنا كلنا هو انك تكون تعرف ادمي ولكن مو كثير وتشوفه في الصدفة وتنسى اسمه، وهو يحسبك مغرور وشايف نفسك وانت في نفسك يا الله شق الارض وخلها تبلعني. انا مو شايف نفسي، انت كذاب يا مغرور، والله نسيت اسمك، مغرور وشايف نفسك. ولكن يعني الله لا يحطكم بذا الموقف. وعلى طاري المواقف المحرجة، الله لا يحطكم بذا الموقف. يعني عادي تدخل بكل ثقة ومزة تستنى فيك والجمهور يصفق لك، وبعدها طاح طيحة قدام ملايين، لأن ذا البرنامج بعد التحريات طلع هذا البرنامج لبناني، ومن المفروض انه الضيف اللي هو نجم عربي يلقي التحية على الجمهور مثل باقي النجوم، ولكن قال لك اخباري والله مو قادر، من هنا خلاص السلام عليكم. على طاري عالم الشهرة والمشاهير والأضواء والمذيعين والإعلاميين، ما أعرف وش دخل، ولكن اللي أعرفه أن كل مكان له مكانه في الحياة، ولكن مكان المذيع أنه يديك معلومة. ولكن فلاش باك هنعرض فيه كل المشاهد الخاصة. سوري الخاصة بالماضي والإفيهات الموجودة في الأفلام وفي المسرحيات، وكمان هنعرض عليكم الأغاني القديمة اللي نسيناها. أهم شيء الاتيكيت بعد سوري. وإيش موقف أهلك ترعرعتي في جميع المراحل الدراسية الابتدائية والثانوية والإعدادية وثم الجامعية علشان تساوي كذا وعلى الهواء مباشرة وبعدها تكمل الخاصة بالماضي والأفيهات الموجودة بالأفلام. يعني وش أقول يا سواد وجهك.